السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي أفضل خلق الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. لما نشوف طيورنا كده ونشوف حالنا، والبطة بتاعتي قايمة تدور على أكل. البطة بتاعتي جعانة عمالة تصرخ، بسم الله ما شاء الله هي رقدت. وربنا يرزقنا يا رب ويرزق كل من كان بالرزق وبالخير وبالحلال الطيب، اللهم امين. عندي الفرخان دول بس يا حبايبي، هما اللي موجودين معايا. ولع على البراد يا محمد، هو في ميته. كمان طلع السطح الوقت متاخر، الاوضه عندي عايزه التنظيف، بس مش هنضفها حاليا دلوقتي، نضفها يوم تاني، مش مشكله النهارده، لانني عايزه اذبح وعايزه انزل اطبخ، ورايا سبت غسيل محترم عايزه اغسله. هنعمل ايه؟ انا رايحه اجيب لها اكلها دلوقتي، او هنزل الواد محمد يجيب لها اكلها عشان تاكل وتدخل لبيضها. وادعوا لنا كده ربنا يكرمنا من وسع فيها، لانني مخلصت يعني ما عنديش بطه الا هي، الحمد لله. تعالوا بقى اما نشوف الفراخ بتاعتنا دي. شايفين الفرخه اللي في النص اللي هناك ديت بقت تربيه. يعني كانت صغيره زي الجهاد عريان ده، وذبحت الفراخ اللي كانت معاه وهي فضلت صغيره، فانا سبتها. لما جبت فراخ تانية بعد التحضيم ب15 يوم كده، انا كنت باكلها لوحدها، وكمان رجعت بقى لما لقيت الدنيا قربت كده لبعضها. يعني ده دورة فراخ تانية غير الفرخة اللي تعالى يا محمد، هات الفرخة ده يا حود، هات الفرخة الكبيرة ده عشان نذبحها. اهي دي دورة فراخ يا حبايبي، انا جايبة 20 فرخ. ف ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب بالحلال الطيب. هي دي بقية تربية، ما تمسكهاش كده يا طب ماشي يلا. بخاف لا يكسر جناحي، وانا بخاف من تزريق الفراخ البيضاء. بقت بسم الله ما شاء الله، بقت زي الفل. اعدلها كده يا حده اهي. تعال. لا ما بتعض، بسم الله ما شاء الله، حلوت وطلبت الاكيل. سيبها على الارض كده، هتقوم داخله بالفراخ التانية اهي. دي كانت صغيره خالص، سبتها لما كانت يا حبيبي، هي داخله الوقت معايا في شهرين واكتر، لان هي كان نموها صغير، او مش عارفه الفراخ بقى كانت سايباها في جنب وبياكلوا وبيسيبوها ولا ايه، لان فرق بينهم بين دول تانيين. انا دبحتهم ونضفت المكان كويس وبغسله وبربي على طول بعده بيومين بتلاتة على حسب، لان الفراخ كان جالها فتره الكتاكيت الصغيره ونزلت، فانا جبت في الفتره اللي هي كانت نزلت دي، جبت لي 20 فرخ. مات مني واحد واتبقى 19، الحمد لله ربنا يبارك فيهم، هم زي الفل، بس قدامهم شويه لسه. هم بقالهم قد ايه دلوقتي؟ داخلين في ال15 يوم. ايدك كده يا حده، هم داخلين في ال15 يوم. الفرخه دي بقى سبتها اكلت لوحدها، وبعدين قلت ساعتها الوقت هجلها، فهي جت ساعتها. بقى دلوقتي انا عامله حله محشي على بيت المنزل تحت اوريها لكم، بس هنضف حاليا الفرخه دي اذبحها وانضفها دلوقتي فوق معاكم على السطح. حتى يا حدا يلا عشان نذبحها اهي. احنا الوقت مع العصر، بسم الله ما شاء الله وزنها حلو، وكمان يعني حلوه زي الفل. تستعجليش لو عندك حاجه من التربيه بتاعتك قليله وهي كويسه، يعني مش تعبانه ولا حاجه، ما تذبحها، سيبيها ان شاء الله هتحلو وهتبقى زي الفل. طبعا الذبح قدام الكاميرا ما ينفعش، هنذبح بقى ونرجع لكم واحنا بننضف. ده رز باقي من عندنا، وهرس بقى قشر البيض، العيش، قشر الاناناس، قشر البصل، الكلام ده كله يا حبايبي. احنا كجونا كريف اغلبنا بنعمل كده، بنربي الطيور البلدي دي من حسنة البيت. ده هدخله جوه للبطة والفراخ اللي معاها ياكلوا ويتعشوا بقى ايه، وننضف حلتنا. البواقي دي ما بنزعلش على رميها، لان بحسنة البيت ديت يعني ناس كتير بترميها في الزبالة، احنا ما بنرميش الكلام ده يا حبايبي، بنربي منه طيور، فبنيجي الوقت زنقة وبنستنفع به بالشكل ده كده اهو. بينقوا بقى اللي فيها كله، ما بخلوش فيها اي حاجة اهو. قشر البيض ده كالسيوم برضو، يعني في ناس او بتنشف وبيتطحن في المطحنة وبتضيفيه على زبادي بتاكليه كالسيوم.
ازاي ده يا ام فرح؟ ايه العك ده؟ لا والله هو مش عك ولا حاجه، ده علاج، وعلاج من الاعشاب الطبيعيه. طب ايه اللي دخل قشر البط في الاعشاب؟ هو فعلا قشر البط بيدخل في ادويه الكالسيوم. اهو الشكل ده بقى كده، ما بنرميش حسنه البيت او الهرس بتاع المطبخ، بواقي الاكل بقى، ابنك طلب اكل وغرفت الاكل عكه كله في بعضه وسابه، فاحنا ليه هياكلوا غصب عنه ليه؟ فاحنا بنحطه للطيور دي يا حبايبي. بتلاقي منهم بيضة، بتلاقي منهم مثلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بتلاقيها وقت ما بتتزنقي خالص وما بيبقاش معاكي مثلا فلوس او حاجة، بتذبحي منها الفرخة، وبتبقى احلى ليلة بالطيور البلدي دي برضو، وبتبقى زي الفل. نروح بقى ننضف الفرخة بتاعتنا لانها ماتت اهي، ونروح بقى إيه ننضف فرختنا. تنظيفها اسهل منه ما تلاقيه، فراخ البيضة دي بالذات يعني تنظيفها اسهل منه ما تلاقيهش. على السطح زي ما احنا. ابنك برضو في طنطتها كسر جناحها اهي، او هي اللي كسرت جناحها بنفسها اهي. بصور نفسي معلش لو مدوخاكم معايا في الكاميرا، بصوا اهي حاجه كده بسم الله ما شاء الله اهي، وانا بصور كمان نفسي يعني. نزلت تحت بقى المطبخ هنا يا حبايبي، وعملت ايه ولله الحمد. اول عملت هنا محشي، بس المحشي ده انا عاملاها على بيات ورقتان كرنب كده تكمله. انا كان عندي ربطتان خاص، وبصراحه سبب المحشي دي ان انا استخسرت ورق الخاص اساسا، تمام. فعشان كده بقى قلنا نطلع نذبح الفرخه ديت عشان شربتها تكون طازه حلوه كده. البطاطس والبصل والجزر وهحط توم برضو في قلب الشوربه ديت، يعني حابه ان انا احطهم، بتبقى حلوه وبتبقى طعمها حلو. الفرخه بتاعتي يا حبايبي انا مش نقعاها لمده طويله، لان انا عايزه اطبخ حاليا دلوقتي. انا عملت ايه؟ عملت حطيتها في عصير برتقال، يعني هو البرتقال ده متوفر دلوقتي، البرتقال الصيفي ده اهو. وحاجه كده بسم الله ما شاء الله لحد رجليه نضفتها، كانت بسم الله ما شاء الله زي الفل، تمام. لحد الدماغ، اول مره اعمل الدماغ، بس ابني طلبه مني، ما مش عارفه ديت الفرخه بسم الله ما شاء الله منابتها حلوه اهي، وكان وزنها حلو، يعني ده جزء من الصدر مش الصدر كله اهو. حاجه كده منابات ما شاء الله، وده بقيه الصدر برضه اهو، مناباتها ما شاء الله زي الفل. كبدتها برضو كانت معانا زي الفل اهي، مش كبده تعبانه ولا حاجه. وكمان القنصه بتاعتها بسم الله ما شاء الله، شايفين كميه الدهن اللي عليها اهي. هشطفها بقى واولع عليها واقول لكم برضو بحط معاها ايه، بس هشطفها بقى من البرتقال ده، يعني انا حاطه برتقال وحاطه نقطه خل بسيطه كده معايا. هبدا برضو احط اهي الفراخ بتاعت الحله بتاعتي دي سخنه جدا او سخنه جدا، بس هدي النار بتاعتي، شايفين الدخنه بتاعتها اهدي النار. ما بحطش اي دهون يا حبايبي، كده الوحده اهي، ما بحطش فيها اي دهون خالص علشان خاطر دي تربيه بيت، سخنه الوقت تنزل لوحدها. واسفه على التصوير لو هو مش مظبوط، بروح وباجي كتير بالكاميرا بصور نفسي، وكمان بصور بالكاميرا الخلفيه. هحط معاها ايه؟ هحط هنا 3 بصلات اهم بالشكل ده كده، هو هينزل طعمهم. وكمان هحط معاهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هحط هنا تومه اهوت يا حبايبي برضو معاها، تمام. معايا برضو كركم، هحط برضو شعره من الكركم، انا خلصت كركم اهو، يا رب افتكر كده يوم السوق افتكر واجيب الكركم. معايا هنا حبهان مع زر ورد وفلفل اسود برضو هنزل بيه. جربوا الشوربه بالطريقه دي. معايا برضو هنا قرفه دي مطحونه وعليها سمسم برضو جايباها للمشروبات، هنزل بيه. معايا هنا برضو خلطه من التوابل، كزبره كمون بقى، خلطه توابل كامله متكامله كده، وسط الطيب. الخلطه دي انا بعملها على بعضها يا حبايبي، بتبقى حوالي اكتر من 7-8 انواع بهارات، تمام. الملح برضو وده اساسي بنزل بيه على الفراخ علشان خاطر الفراخ ما تاخدش سوا زي اللحمه يا حبايبي، عشان كده انا بحط لها الملح، تمام. الملح بتاعي فين؟ بتاعي ملحي اهو بالشكل ده كده، وهنزل بيه. طيب البطاطس والجزر دول هحطهم امتى؟ البطاطس والجزر دول من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا، هحطهم بعد ما الفرخه تنشف من الدم بتاعها يا حبايبي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هقلب الفرخه بتاعتي ديت
بالشكل ده كده اهو، عشان التوابل بتاعتي تاخد من بعضها. حاجه كده تبقى بسم الله ما شاء الله، وشربتها اللهم بارك على الطعم وعلى الجمال. الله على الريحه اهي كده، خدت ملحها وتوابلها، وكمان خدت الثوم والبصل معاها. هحط عليها تتلوح بقى، وكمان يعني لما تنشف من دمها انزل بالبطاطس والجزر ده اهو. كده يا حبايبي الشوربه بتاعتي زدتها ميه وغلت تمام، ميه مغليه. هنزل بقى عليها بالدهون ده اهي، واروح بها كده على المحشي. تمام، دي دهون اهي، دي دهون من غير اي سمنه يا حبايبي، لان دي تربيه بيتي اهي، وهي كمان لسه ما خدتش السوا بتاعها. هاخد كده كبشتين او كرنبين اهو معايا، الحبهان عادي برضو اللي اتنقل ده مش مشكله، عادي خالص خالص. تمام اهو بالشكل ده كده. ضفت الجزر والبطاطس، لا لسه يا حبايبي انا ما ضفتهمش، زي ما قلت لكم ما بضيفهمش الا لما بلاقي الفراخ بتاعتي نشفت من دمها. عقدت كده للمحشي اهو، نديله هزه كده بسيطه ونولع عليه اهو. ده العقد المظبوط بتاع المحشي، لان انا ما بعملش المحشي بتاعي كده الصلصه بقلبها على رز وخلاص. انا بعصب يا حبايبي. يعني ايه بتعصب يا ام فرح؟ يعني بديلها تشريبه كده على النار. تمام كده المحشي بتاعي كده خلاص. هنزل بقى بالبطاطس والجزر، شايفينها مقطعاها مكعبات سميكه. يعني ايه سميكه؟ يعني مش رفيعه يا حبايبي، بالشكل ده كده اهو. وهنزل بها كده، وهزود شويه ميه بس مش كتير، عشان خاطر برضو الشوربه بتاعتي برضو تكون كويسه. طعم الفراخ وطعم الجزر والبصل بقى والتوابل والكلام ده كله بسم الله ما شاء الله، الطعم كله بياخد من بعضه. شايفين بسم الله ما شاء الله، هي فيها دهونها لسه، بس هديلها تقليبه كده تاخد وتدي مع بعضها زي شوربه خضار كده يا حبايبي. بس شوربه خضار برضو هتستوي على ريحه الشوربه من غير اي دهون اهي. يعني انا مستكفيه بالدهون اللي معايا بتاعت الفرخ، هسيبها كده مع نفسها، ولما تخش في السوا هدوق ملحها. احتاجت ملح هحط لها، ما احتاجتش خلاص استباركنا على كده، بس اما الطعم كله يدخل مع بعضه. كمان فوق طبيخي يا حبايبي جت شغلت الغساله بتاعتي الحمد لله وبفضل ربنا. يعني كان عندي وقت شويه، فقلت ايه اخد بقى المدعكه دي اخرى معايا في السكه. دي كلها دي ملابس معايا، وكمان خدت السوا طراط، وقلت يلا نكمل نشوف ايه اللي ورانا. اهم حاجه فرح عماله تعك وتلك، والمهم ايه زهقتني اخر تزهيق. عملت ايه؟ عملت هنا ليا الطبق بتاعي ده، لان العائله بتاعتي لسه ما كملتش، يعني بره في دروس ومش موجودين دلوقتي. اهم حاجه رجل الفرخه دي، انا من عشاق رجل الفرخه دي فين ذاتي. تمام. البطاطس بتاعتي مستويه زي الفل. اجيب لكم بس معلقه كده، واسفه على صوت الغساله بتاعتي، بس مش عارفه اعمل فيها ايه اصلا. الجزره برضو نفس النظام مستويه اهي، مش عارفه اركز انا ببص على الكاميرا، وكمان ايدي في قلب الطبق مش عارفه. ايوه اهي. هنقلب الطبق ولا هنطلعه مظبوط؟ المهم الجزر بتاعي مستوي اهو، والبطاطس انا حابه الطبق ده كده، وكمان البصله المسلوقه في الشوربه دي. الفراخ بتاعتي او الفرخه بتاعتي بسم الله ما شاء الله، شويه شوربه كده اللهم بارك. هي استوت بس مش هحمر دلوقتي لما العيله بتاعتي تكمل الحبايب. تمام. برضو المحشي بتاعي هنا بسم الله اللهم بارك، شويه محشي كده اللوز حاجه كده، اللوز كده حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الف هنا وشفا للي ياكل يا رب. كمان تقدروا تستفيدوا من الفيديو بتاعي. الطبق ده بتاعي بقى اتعشى به بدر كده او اتغدى به، هو بقى عشاء اصلا ما بقاش غدا، لان احنا اتاخرنا بقينا مع المغرب، او كمان المغرب هيأذن كمان دلوقتي. تمام. الاكل بتاعي خلص بفضل ربنا، بس العائله بتاعتي في الدروس زي ما قلت لكم، فما اعرفش ان انا اجهز اكلي واسيبه يبرد. انا عندي اطبخ وما سخنش الاكل يا حبايبي، فقلت بقى اكمل بقى ايه ثبت الغسيل بتاعي ده اكمله واغسله روخر بالمره. خدت اول دور هنا اهو، ده التنشيف اهو، ده اول دور، وده الدور الثاني سواترات طبات يعني وحاجات من دي، اسمه ايه بام، ابني بيقول لي بام. تمام. وقلت اشغل نفسي. تمام كده.
يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، وكمان اللي عجب الفيديو يا ريت ما ينسناش في اللايك والاشتراك. لو اول مره بتشوفيني يا ريت ما تنسناش في اللايك والاشتراك. لو عجبك القناه تشتركي فيها فضلا وليس امر. نترككم بقى في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.